بسم الله راح نبلش. أول شي نص كوب من السكر الباودر، تقدرون تطحنونه انتو بالبيت. نص كوب من الحليب الباودر، نخلي عليهم نص كوب من الزيت النباتي بهذا الشكل. عندنا هنا زبدة أنا ذوبتها صارت عندي نص كوب تقريبا، راح أضيفها على المكونات. بسم الله. هنا بيضتين راح أضيفهم للمكونات. راح نبدي نضربها كلها مع بعض، نخلطها تماما كلش زين. بسم الله. هسه تشوفون الخليط صار عندنا كريمي بهذا الشكل. راح نضيف عليها القشطة تقريبا 6 ملاعق من القشطة كمية، وراح ارجع اخلط المكونات كلها مع بعض بهيك الشكل. ما شاء الله الخليط مالتي صار جاهز، راح احطه على صفحة. هسه نجي للدقيق الطحين. حطيت انا 5 كوابة، بس ممكن نحتاج اكثر ممكن نحتاج اقل حسب السائل اللي عندنا. راح اضيف عليهم ملعقة كبيرة من البيكنج باودر وملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. اخلي عليهم ملعقة واحدة كبيرة من بهارات الكليتشة وياها الهيل المطحون. تقدرون تكتفون بس بالهيل المطحون لو ما عندكم بهارات كليتشة. نرجع للخليط السائل مالتنا، نبدي نضيف له من الطحين تدريجيا ونعجن بالتدريج بهذا الشكل. طبعا كله راح نشتغل هسه بايدينا. نبدي نعجن بهاي الطريقة لحد ما تتكون عندنا عجينة. راح تتشكل عندي العجينة هسه ما شاء الله كلش ناعمة وسهلة بالعجن، يعني مو صعبة عليكم. ما شاء الله صارت عندي جاهزة. راح اتركها ترتاح لمدة نص ساعة بين ما انا اجهز الحشوة مالت التمر. جهزت نوعين من الحشوة. عندي اول وحدة تمر فلسته، حطيته بالطاوة، حطيت عليه زيت وبهارات مال كليتشو وهيل. راح اخليه على النار لحد ما هيك يتحمص وتطلع ريحة التمر. وثاني حشوة عندي جوز ويا السكر الباودر بس. ما شاء الله شكله طلعته من الفرن يشهي. طبعا احنا المعمول ما خليله لا بيض ولا شي على الوجه. شنو نرش على الوجه؟ السكر الباودر بودرة هو اللي راح يبين لكم النقشة. سوى التزيينة راح تكون عن طريق السكر الباودر. المعمول مالتي جاهز، ريحته تجنن. زوم هاي زوم وبالعافية عليكم. كلش هش كلش لذيذ.